كما بذلت الحكومة مجهودات مهمة في اتجاه تحسين مناخ الأعمال، ومنها تبسيط مجموعة من المساطر وإصدار قوانين مهمة مثل القانون المتعلق بمؤسسة الائتمان، والقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بارتنريا بيبليك بريفي، والقانون المتعلق بتقديم التسويقات المالية للمقاولات، والقانون المتعلق برهن الصفقات العمومية ناهيك عن مدونة الصفقات العمومية ومرسوم الضابط العام للبناء. هذه كلها راهي الترجمات بهذاك التحسن الذي ما يقع لتجاوز 20 نقطة من اللي جينا الآن في الدوينغ بيزنس. وقد انعكست هذه الإصلاحات على ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال للبنك الدولي، حيث تحسن ب 22 درجة خلال ال4 سنوات الماضية. الحمد لله اليوم ما بقاتش الشهادة كتجيك غير من الداخل، حتى لما تفوقش الداخل كاين شي وحدين في الخارج وعلى صعيد آخر تم تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني للديكالاج المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة، وقرار إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم البيتوار. هذا راه ملي جيت كرئيس ديال الحكومة ما كنتش كاع كنعرف اش كيعني، وكان رجال الاقتصاد وهما هنا إذا بغاو يشهدوا لا يحلمون به، ولكن الحمد لله اليوم الماكينه تحركات باش كنردوا لهم داك الشيء اللي كان ديال البيطوار اللي كانوا كيتسالوا اللطيفيه وعمرهم ما يحلموا به. وهاد الايامات هذه راه حنا سهلنا اللوين سيف والسكك الحديديه واللوين باش يسترجعوا 3.8 ديال المليار ديال الدرهم. وتسريع اداء المتاخرات لفائده المقاولات لدى بعض المؤسسات كالاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين والمكتب الوطني للماء والكهرباء، واداء متاخرات الدوله تجاه شركات المحروقات بعد ان كانت تتجاوز 20 مليار درهم. خصكم تعرفوا باللي ملي جيت كانوا رجال الاعمال ملي تيجلسوا قدامي في اللقاءات كنشوف شي وحدين فيهم ماشي كيبيعوا البترول بحال لا البترول كيحقهم، لانه كيتسالوا 500 مليون وزياده ديال الاموال الدوله وما كاينش اللي يخلصوهم وما تيغوتوا الله اللي خلقهم. ما بقيتش كنشوفهم كاع. هذه مزيانه في المغاربه الا قضاو حاجتهم ما تعاودش تشوفهم. وكما